واديتها لك يا عم سعيد عشان تكون مفتاح ان لو حصل لك اي حاجه تقدر تدخل العالم بتاعنا، عالم غيبون. عم سعيد برضو مش فاهم، بيقول له يا كريم مفتاح لايه وعالم غيبون؟ ايه عالم غيبون ده؟ الورقه دي مفتاح لايه؟ فهمني. عشان كريم يقول له دي مفتاح لقدراتك يا عم سعيد، قدراتك اللي انت اكتسبتها بعد ما حصلت معاك الحادثه، واللي حمتك من انك انت تنتقل لمكان تاني وتبعد بعيد عن العوالم بتاعتنا. انت دلوقتي موجود معانا بسبب الورقه دي. وكريم يقول له عم سعيد انا مش مسموح لي ان انا اتكلم معاك واشرح لك تفاصيل، كل اللي اقدر اقوله لك انك انت عندك قدرات دلوقتي تقدر تساعدك انك تقدر تحمي عيلتك، وانك تقدر تنفذ المهمه اللي انت داخل عليها. اللي انا عايز اقوله لك يا عم سعيد ان في ارض اتكتبت باسمك، الارض بتاعتك دي، وانت عارف ان مين اللي كتبها لك، وان الارض دي لازم تحميها لانها مش مجرد ارض عاديه، دي بوابه كبيره للعوالم كلها. عشان سعيد يقول له بوابه ايه؟ عشان كريم فجاه يتخض ويخاف ويبص حواليه ويترعب. عشان سعيد يقول له كلمني، رد عليا يا كريم، بوابه دي بوابه ايه وعوالم ايه؟ عشان كريم يكمل يقول له عم سعيد مفيش وقت، بقول لك القدرات اللي عندك دلوقتي ان انت تقدر تتحكم في السوائل كلها، تقدر تتحكم في الهواء، تقدر تتحكم في الحيوانات وتتكلم معاهم وتسمعهم وتفهم خواطرهم. القدرات دي بقت عندك بسبب الورقه، وانا اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تستعمل القدره دي بانك انت تقدر تحمي الارض، ومش مسموح لي ان اقول لك حاجه تاني لان دي حدودي وممكن ينهي حياتي تماما. عشان سعيد يقول له يعني انا دلوقتي بقيت ايه يا كريم؟ بقيت ايه بهيئتي دي وبالقدرات اللي انت بتقول لي عليها دي؟ انا مش فاهم حاجه ومش عارف اعمل ايه، انا خايف. كريم للحظه حاول انه يشرح لعم سعيد بشكل اكبر عشان خاطر يحاول يساعده. قال له عم سعيد انت دلوقتي بقيت في عالم غيبون، وعالم غيبون ده بتتجمع فيه جميع العوالم، عالم هبد وعالم السكون وعالم غلس وعالم البشر وعالم الأروى. العوالم دي يا عم سعيد هي اللي موجودة في الكون كله. كريم وضح له انه هو وكل اللي زيه من عالم البشر، من ذوي القدرات الخاصة واللي ما عندهمش اي تمييز، هم من عالم السكون، وده العالم اللي بيشهد على افعال البشر واللي بيقدروا يوصلوا لعالم الأروى، الكائنات القوية المميزة اللي مكلفة بانها تحمي الارض وانها تحارب عالم غلس وتسيطر عليه. عالم السكون هو العالم بتاعنا يا عم سعيد، العالم اللي بيشهد على افعال البشر، عالم نقي ومخلص ملوش في اي مشاكل، ما بيتدخلش في اي شيء، عالم عايش في مكان جميل. كل اللي يقدر يعمله انه يشهد على افعال البشر وافعال الخير وينقل الصورة دي لعالم الأروى. عالم الأروى دي الكائنات المميزة، اهل الخير والجمال، الكائنات القوية اللي مسؤولة عن حماية الارض وحماية الخير وافعال الخير، هي اللي بتقوم بمحاربة الشر ومحاربة عالم غلس. عالم غلس هو أشر الخلق والعالم اللي بيحكمه الشيطان الأكبر. عالم غلس هو العالم اللي بسببه بيحصل كل شر موجود في الأرض. عالم غلس هو المسؤول عن أي شيء شر أنت ممكن تتوقعه، الفساد والحقد والكراهية والغل، كل شيء شر موجود في الأرض بسبب عالم غلس وأهل غلس. أنت دلوقتي المطلوب منك يا عم سعيد أنك تحمي الأرض وتحمي البوابة. طبعا عم سعيد بيقول له بوابة إيه؟ فكريم اتخض وقال له أنا يبص حواليه وهو مخضوض يقول له أنا آسف، أنا ما أقدرش أتكلم ولا أشرح أكتر من كده، أنا اتكلمت بما فيه الكفاية وشرحت كتير يا عم سعيد، أرجوك كل اللي طالبه منك إنك تروح دلوقتي تلحق زوجتك وعيلتك، ومش هقدر أشرح لك حاجة وأنت هتفهم كل شيء بعدين. سعيد بيسأل كريم أنت عارف حاجة يا كريم؟ أنت عارف ولادي هيحصل لهم إيه أو في حاجة هتحصل؟ كريم قال له أنا ما أقدرش أتكلم عن سعيد أكتر من كده. وبدأ يبص حواليه كريم في كل مكان، وبدأ الرعب يمسكه وبدأ الخوف يمسكه بشكل رهيب جدا، ودخل غرفته وما رضيش يتكلم مع سعيد. سعيد بعد ما خلص كلامه مع كريم بدأ يسمع صوت ضحكات في ذهنه، بدأ يلاقي صور بتعدي على رؤيته، بتعدي قدامه كأنه شايفها، وبشكل غريب حاول يغمض عينيه شوية وبيفتح عينيه يلاقي نفسه اتنقل لمكان تاني. ولما اتنقل سعيد للمكان التاني بيفتح عينيه لقى نفسه اتنقل لبيت مكرم صاحبه ولطيفة زوجته معاه. سعيد بيقرب عشان يراقب المشهد، لقى مكرم بيقرب من لطيفة وبيقعد جنبها في صالون بيته وبيتكلم معاها، ولقى لطيفة بتضحك معاه وبتهزر ومستجيبة لأفعاله. وبدأ مكرم يقرب منها عشان فجأة سعيد يغمض عينيه ويبعد عينه عن المشهد ويتنقل لمكان تاني خالص لصالون بيته، ويبدأ يدخل في حالة حزن وبكاء شديدة جدا إن زوجته حتى في يوم عزاه بتخونه. نتنقل لياسمين بنت سعيد،
بعد ما وصلت المكتب اللي في شركة كبيرة جدا، دخلت ياسمين المكتب وهي رايحة انترفيو بتتكلم. طلع شاب من المكتب، شخص لابس بدلة محترم، بيتكلم معاها وبيرحب بيها ولا اهلا بيكي اتفضلي، وبدأ يقدم لها كوباية العصير. ياسمين تشرب العصير وتتكلم معاه، ويبلغها الموظف بان هم بيعرضوا عليها وظيفة في الشركة مقابل اجر كبير، يمكن ضعف او ضعفين مرتبها في الشركة القديمة. ويبلغها بان للاسف رئيس مجلس الاداره ما جاش النهارده، ولكن هو موجود في الفرع الثاني، وبيستأذنها ان هي لو عندها وقت ان في عربيه خاصه بيهم تقدر تنقلها للفرع الثاني. ياسمين كانت بتسمع وبعدين بتتكلم معاه وبتفهم تفاصيل العمل، وبتقول له طيب انا كنت بس محتاج اعرف تفاصيل الشغل عشان برضو ان انا ما اسيبش مكاني التاني. بدا يشرح لها المميزات ويشرح لها قد ايه المكان متميز وقد ايه فيه حوافز وراتب محترم، مكانه اجتماعيه محترمه جدا. سمعت منه الكلام وبعدين وافقت وارتاحت، وافقت ان هي تنزل تروح الفرع التاني عشان تقابل رئيس مجلس الاداره وتبدا تتفق على الشغل الجديد. نزلت ياسمين من المكتب بعد ما شربت العصير، نزلت طلعت من الشركة، لقيت عربية كويسة جدا مستنياها، ركبت العربية والعربية اتحركت. كان موجود في المكان ده صخر وهو واقف بعد ما جري ورا التاكسي وراح وراها على فرع الشركة. قدر صخر انه يجري المسافة دي كلها لان الشركة كان مقرها مش بعيد عن البيت، وكمان صخر كان عارف اسم الشركة ومكانها من الكلام اللي كانت بتقوله ياسمين في تليفونها أثناء ما كانت بتتكلم عن الوظيفة الجديدة. صخر لما لقي ياسمين بتركب العربية حس بريبة وحس بخوف شديد. صخر لقي الأرواح كلها الشريرة اللي بتتجمع في أي مكان فيه أذى أو فيه شر أو فيه موت متجمعة فوق الشركة بشكل كثيف. بدأ صخر ينبح، حاول يلفت انتباهها، ياسمين مركزتش، ركبت العربية والعربية بدأت تتحرك. صخر حاول ينبح بكل قوته، مفيش اي نتيجه. بدأ صخر يتحرك ويجري ورا العربيه، مش عارف يعمل ايه، يحاول يعمل اي حاجه، لكن للاسف العربيه كانت اسرع منه المره دي وبعدت عنه. صخر وقف ولقى الارواح بقت كثيفه جدا، بدأت تغطي السماء من شدتها ومتجهه ورا ياسمين. صخر كل اللي فكر فيه انه حاول يرجع دلوقتي، يحاول يرجع البيت عشان يلحق يروح لسعيد ويقول له انقذ الموقف وانقذ ياسمين.